بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل يا جماعة مع بعض النهاردة السبانخ بطريقة حلوة وخفيفة جدا وسهلة جدا. على فكرة أول مرة أعمل السبانخ أصلا، مش بس معاكم. أول مرة أعمل السبانخ كانت ماما الله يرحمها على طول اللي بتعملها، وأنا أول مرة أعملها معاكم. طبعا جبنا دلوقتي معايا نص كيلو سبانخ، تمام. ومعايا بصلايه اهي متقطعه مكعبات او مبشوره، ودي الصلصه اللي احنا عاملينها مع بعض مصلصينها، ماشي. وايه معايا حزمه كزبره خضراء واربع فصوص توم، ومعايا ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، ومعلقتين رز مغسولين، تمام. عشان دول هنحطهم ايه في السبانخ دلوقتي، هقول لكم ازاي. معايا السبانخ بقى باقطّعها أهي، طبعًا بيبقى ليها الجذور دي. أنا طبعًا سألت لإن أول مرّة باقول لكم أعملها، فسألت وعرفت ولقيت كذا وصفة، وأنتم عارفين الطبيخ أصلًا عمومًا ما لوش قاعدة، الأكل ما لوش قاعدة، يعني ممكن كل الطرق تؤدي إلى روما زي ما بيقولوا. إزاي؟ يعني ممكن حد يحط الصلصة قبل السبانخ، حد يحط اللحمة الأول، حد يحط الصلصة الأول بعدين يحط اللحمة، حد يحط اللحمة على البصل الأول بعدين ينزل بالطماطم. بعدين السبانخ، يعني إيه، كل حاجة كل واحد وليه طريقة، بس في الآخر هو كله بيأدي لنفس الوصفة وطعم جميل إن شاء الله، تمام. فأنا بعد ما سألت وعرفت وكده، إيه، وصلت للي أنا هاقول لكم عليه ده، وقُلت كده، كده أبقى أعملها بكذا طريقة عادي، أبقى أجرّب بكذا طريقة لمّا أحط ده الأول أو ده الأول، هتفرق معايا في إيه في الطعم، عشان أنا برضه أبقى عارفة وعندي خبرة وكده، تمام. جِبت بقى حلة معايا على النار، وحطيت فيها إيه، شوية زيت ومعلقة سمنة، زي ما أنتم شايفين، شوية زيت كده ومعلقة سمنة كبيرة، وحطيت إيه، نزلت بالبصلاية، ماشي. أهي بصلاية مبشورة، يعني هي متقطّعة حتت صغيرة أو واحدة كده ضرباية في الكَبّة، مش مبشورة أوي، تمام. وعندِك بقى إيه، أنا باقطّع الجدر بتاع السبانخ أهو، وبرضه من وأنا باسأل لقيت إن الجدر بتاع السبانخ ده في ناس بتقشّره وتحطّه، بيقول لك بيبقى مخلّي برضه الوصفة الأكلة طعمها حلو أوي. طبعًا أنا شِلت كل الجذور، وعشان خاطر أعمل زي ما يعني زي ما عرفت، ما رضيتش أحُط كل الجذور، أنا خدت بس واحدتين، قُلت إيه أجرّبهم، عشان طبعًا مش هاعمل كل الجذور دي وأقطّعها وأحطّها، تمام. فخدت السبانخ زي ما أنتم أهو، خدت إيه، شُفتِ؟ أهو خدت واحدتين كده من الجدر أهو، بُصّي باوريه لِك خدته إزاي، قطعت كده وخدت قشّرت زي ما سألت وشُفت وعرفت، لقيت في ناس كتير بتاخد كده منه حبّة إيه، وتقطّع وتحط معاه، بيقول بيطعّم الأكلة، بيخلّي طعمها حلو. ورُحت مقطّعاهم زي ما أنتم شايفين، حتت صغيّرة بالضبط كده، زي ما شُفتها. أنا سألت كذا حد، وشُفت الchef هالة فهمي برضه مرّة كانت عاملة كده، وسألت كذا حد وإيه، لقيت اللي في اللي بيحطّوا، في اللي ما بيحطّوش، في كذا، في اللي بياخد برضه زي ما أنا عملت كده. أنا استكفيت بإيه، بواحدتين 3 كده وقطّعتهم، تمام. ودي بقى الكزبرة، وطبعًا زي ما أنتم شُفتوا السبانخ أنا قطّعتها إزاي، قطّعت السبانخ كده بتقطّعيها كده كلّها بعد ما تشيلي الجدر، بتقطّعي كده من فوق وتقطّعي كلّه. طبعًا كلامي للإيه، للي لسه مبتدئ زيي، مش طبعًا للناس الكبيرة اللي هي أصلًا فاهمة الأكلة دي بتتعمل إزاي من زمان، ماشي. صفّرت البصلاية كده معايا بعد ما قطّعت السبانخ كلّها. جيت رُحت إيه، أهو بعد ما صفّرت السبانخ نزلت الأول بطماطم. في ناس قالت لأ انزلي الأول باللحمة، أنا لحمتي مسلوقة، خلّي بالِك في فرق، لو اللحمة مش مسلوقة بتنزلي بيها هي الأول بعد البصلة، وتسيبيها عشان تستوي شوية في إيه، في البصلة، وتحطّي لها مَيّة كل شوية وكده. أنا عندي اللحمة إيه، سلقاها أصلًا أهي، تمام. فنزلت الأول بالإيه، بالصلصة على البصلة أهي، خدت غلوة، بعد كده رُحت نازلة بيها إيه، في اللحمة. لإني عرفت برضه إن السبانخ مش بتاخد وقت أصلًا، فأنا اللحمة مسلوقة مش سلقة كاملة، يعني مش على الآخر، تلات أرباع سلقة كده، يعني إيه، فاضل لها شوية بسيطة أوي وتستوي. فأنا حطيتها وقُلت بقى تكمّل سواها مع السبانخ، وحطيت الرز زي ما أنتم شايفين، معلقتين الرز اللي هُم المغسولين حطيتهم. دول بيعملوا إيه، بيمسكوها شوية بدل ما بتبقى عاملة الصلصة خفيفة أوي كده وصايصة، لأ دول بيدّوها إيه، حاجة كده يخلّوا الصلصة تتقل كده والسبانخ تتقل معانا، تمام. بعد كده نزلت زي ما شُفتوا بالتوابل، ملح وفلفل وكمون وشوية كزبرة ناشفة. بعد كده نزلت بالسبانخ. طبعًا السبانخ كنت على طول أعرف وأسمع من ماما إن هي بتبقى كتيرة أوي كده، وتحطيها في الحلة بتفضل بقى إيه، تقل، تقل وتصفى وتخس خالص، وخلاص بقى بتنزل كلّها في الصلصة، هتشوفي إزاي. نزلنا بقى بكل اللي معانا أهو، تمام. السبانخ اللي معانا كلّها أهي، نزلنا بيها. وإيه، أنتِ خلاص أنتِ اللحمة والصلصة واخدين غلوة، فبتوطّي بقى وإيه، وبتحطّي دي، وبعدين أدي الكزبرة أهي. خدت كده بتاع شوية من حزمة الكزبرة، ما حطيتهاش كلّها، حطيت شوية عشان أنا عاملة نُص كيلو مش كيلو، فما رضيتش أكتّر الكزبرة أوي فيها، خصوصًا إن أنا هاخد بقية الكزبرة، يعني هاخد شوية كمان من الكزبرة أحطّهم مع إيه، مع التوم زي ما هتشوفي إزاي دلوقتي.
ضربتها مع التوم، تمام. المفروض اقطعها حتت صغيره وادق التوم مثلا، او ادقهم مع بعض في الهون، التوم والكزبره الخضراء دول. بس انا ايه استسهلت الكبه بسرعه تفرمهم بسرعه. وهنا ايه السبانخ مع اللحمه مع الصلصه مع البصله مع ايه شويه الايه الكزبره الخضراء والتوابل، تمام. هزود لها بقى شوربه. طبعا انت كل ما تلاقيها عايزه شوربه بتحطي شوربه. بصيت كده لقيت الايه الصلصه خفيفه شويه، ماشي. فحطيت صلصه، كده كده الصلصه اللي عندي يعني معموله زي الجاهزه، اللي هي مش هتتغير في الوصفه، مش لسه مثلا هحطها اضربها في الخلاط واحطها، لا. فزودت عادي معلقتين صلصه تاني عشان حسيت انها خفيفه وانا عايزاها تبقى تقيله كده وحلوه، ماشي. جيت بقى هنا حطيت شوية من الكزبرة الخضراء زي ما شفتوا مع في صوص التوم، 3 4 فصوص التوم اللي هتعمليهم. دي بقى طشة تومة بتعمليها للايه للسبانخ. وحطيت شوية كزبرة ناشفة معاهم كمان اهو، برضو تديها ريحة وكده مع الكزبرة الخضراء، وايه ويدوا بعض طعم حلو. حطيت معلقة سمنة كبيرة، شوية زيت. دي ايه دي بقى الطشة اللي ايه هنحطها على وش السبانخ، هتشوفي ازاي. تمام. لما لقيت ايه السبانخ خلاص ايه استوت، دي اخر خطوة. السبانخ خلاص لقيتها استوت اهي، واللحمه مستويه خلاص وقعدت على النار، تمام. اللحمه مع السبانخ قلت، لو تقل شويه الصوص بتاعها بتروحي مزوده شوربه. عندك طبعا الشوربه بتزودي شوربه، الشوربه قليله تزودي حبه، وتزودي مثلا شويه مرق الدجاج مع ميه تبقى شوربه يعني. المهم ايه تزودي شوربه، تمام. ودي ايه حمرتها تحميره حلوه كده بالسمنه، مش قادره اقول لكم ريحتها كانت جامده ازاي وانا بعملها. وتروحي نازله بيها على ايه على السبانخ اهي. دي بقى الطشة كده تحطيها كده فعلًا بتعمل كده فعلًا كده. فإيه جامدة جدًا وريحتها جامدة جدًا وطعمها، ماشي. ده الطبق كده طبعًا فيه كده لسه ما نزلش كل اللي فيه، فاخدته كده إيه مصمصته بشوية صلصة كده، بشوية صلصة تمصمصيه كده أو بشوية شوربة، وترجعي تحطيهم تاني في الإيه في الحلة. وتقلبيها تضبّطي ملحِك وتضبّطي توابلِك وتضبّطي الشوربة بتاعتِك والقوام بتاعها، وتبقى كده جاهزة على الأكل. خلاص هي ما بتاخدش تقريبًا طالما اللحمة مسلوقة مع السبانخ بتسيبيهم على النار تقريبًا حوالي نُص ساعة، دي مع دي، اللي هي زي ما أنا باقول لِك كانت فاضل حاجة بسيطة وتستوي، شِبه مستوية، بس إيه قُلت أسيبها حاجة بسيطة ما تبقاش مهرية أوي، مستوية أوي يعني، أسيبها إيه آخر نُص ساعة دي مع السبانخ بقى والصلصة تاخد وتدّي كده معاها. مش قادرة أقول لكم يا جماعة جامدة قد إيه بجد. ده أنا كان نفسي أعملها لولادي عشان خاطر أنا أعرف على طول طبعًا نعرف إن هي مفيدة جدًا وحديد جدًا. فالحمد لله عملتها وكانت تحفة وعجبتهم أوي. فيا رب تكون عجبتكم وتكون سهلة عليكم، ولو عجبتكم اضغطوا لايك واشتركوا في القناة، واستنونا في فيديو جديد إن شاء الله، وشكرًا.